السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس رقم 19 وهو تكملة للدرس رقم 18 تحت عنوان دوال الحساب الشرطي الجزء الثاني. الدرس اللي فات اتعرفنا على دوال الحساب الشرطي وهي دالة sum if count if و average if، وقلنا ان دي دوال بيتم تنفيذها حالة تحقق شرط واحد فقط. في الدرس ده هنتعرف على دالة sum ifs و count ifs و average ifs، ودي دوال بخلاف في الدرس ده بخلاف الدرس اللي فات. دي دوال هنقدر نستخدمها، الدوال دي تقدر تتعامل مع اكتر من شرط. ولو حابين ناخد مثال نفس المثال اللي اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت، هنعمل ديليت هنا كده وهنقول محتاجين نطلع في الخانة K3D مجموع رواتب الموظفين اللي بيحققوا شرطين. الشرط الاولاني ان الجوب ريتنج بتاعهم 4، والشرط الثاني ان يكونوا شغالين فول تايم في الاستاتس هنا كده فول تايم، وفي نفس الوقت الجوب ريتنج بتاعهم 4. يبقى هنا الاختلاف عن الدرس اللي فات ان هنا شرطين لازم يتعملوا. طبعا مش هنستخدم دالة الحساب الشرطي اللي هي sum if، هنستخدم دالة الحساب الشرطي sum ifs واللي بتقدر تتعامل مع اكتر من شرط. هنقول هنا يساوي sum ifs. الفرق بينها وبين sum if هو حرف الاس، وده دليل انها بتشتغل مع اكتر من شرط. هعمل عليها دبل كليك، هلاقي هنا في الهنت بتاعها بيقول لي اول حاجه محتاجه في الارجيومنت او المعاملات بتاعتها اول حاجه السم رينج، يعني الرينج اللي انت هتجمع فيه. احنا طبعا محتاجين مجموع رواتب، يبقى الرينج عندنا هنا هو العمود اللي فيه السالري، هروح عليه واحدده بالطريقه دي كده، وبعد كده اضغط كوما علشان انتقل للارجيومنت الثاني او المعامل الثاني من عوامل الداله، وهو كاتبه لي هنا كرايتيريا رينج 1. كرايتيريا رينج 1 ده العمود اللي فيه الشرط الاولاني. احنا قلنا محتاجين شرطين، الشرط الاولاني ان الجوب ريتنج بتاعها 4، والشرط الثاني يكون شغال فول تايم. هنا محتاج مني الكرايتيريا رينج 1، هروح على العمود جي عفوا على العمود اي واحدده، وبعد كده اخش بقى على الكرايتيريا 1 الشرط الاولاني. الشرط ان هو بيتساوي 4، وقلنا طالما رقم صريح هكتبه على طول بدون دبل كوتيشن، وبعد كده هقوم عامل كوما. بيسالني على طول بقى الشرط الثاني ايه؟ الكرايتيريا رينج 2. الشرط الثاني ان الشرط الثاني هيكون موجود في العمود دي، بروح وبحدده وبعد كده بعمل كوما. بيسالني على طول الكرايتيريا 2. طبعا علشان ده نص فانا هكتبه بين دبل كوتيشن، اعمل دبل كوتيشن واكتب فول تايم نفس السبيلنج ده كده، وبعد كده اعمل دبل كوتيشن واقفل القوس كده. دالة الحساب الشرطي دي هتشتغل في حالة تحقق الشرطين دول. هتروح تشوف الجوب ريتنج لو 4، وفي نفس الوقت الستيتس فول تايم، وبعد كده تجمع الراتب بتاعه. نضغط انتر. لاحظ معايا هنا ده المجموع 4,498,000. لو انت حابب تتاكد من الرقم دوت هنيجي نعمل فلتر على الجوب ريتنج هنا ونخليه 4 بس، ونعمل كمان فلتر على حالة الشغل هنا ونخليها فول تايم فقط، ونشوف العمود ده هيساوي كام. طلع فعلا 4,498,122 زي ما كان طالع هنا. المثال الثاني وهو مثال الافريج افس، محتاجين نطبق دالة افريج في حالة تحقق شرطين. الشرط الاولاني ان يكون الموظف شغال هاف تايم مثلا، والشرط الثاني ان يكون الجوب ريتنج بتاعه 1. هنيجي هنا وهنقول يساوي بنفس الطريقة كده، يعني اصبحت سهلة خالص. بنفس الطريقة هنقول average ifs. لو خدت بالي هنا اول معامل بيطلبه مني وهو الافريج رينج، كان في الدالة الاولانية بيطلب مني السم رينج، هنا بيقول لي الافريج رينج. انت محتاج متوسط ايه؟ احنا طبعا هنا محتاجين متوسط الرواتب، فهنروح على عمود اتش ونحدده، وبعد كده نعمل كوما ونكتب العمود اللي فيه الشرط الاولاني وهو الجوب ريتنج، واعمل كوما عشان اقول له ان هو بيساوي 1، وبعد كده اعمل كوما. بيقول لي الكرايتيريا رينج 2. الشرط الثاني موجود فين؟ موجود في العمود دي، بحدده كده وبعمل كوما. بعد كده بيسالني بقى الكرايتيريا 2
الكرايتيريا 2 ان هي هاف تايم. طبعا لازم اكتبها بنفس السبيلنج بين دبل كوتيشن، هروح اكتب هاف تايم، وبعد كده اعمل الدبل كوتيشن واقفل القوس واضغط انتر. هلاقي هنا متوسط الرواتب اللي بتحقق الشرطين دول. الشرط الاولاني ان الشغل بتاعها هاف تايم، والشرط الثاني الجوب ريتنج بتاعها بيساوي 1، هو الرقم ده. المثال الاخير وهو مثال كاونت افس. كاونت افس محتاجين نقول اجمع لي عدد الموظفين اللي بيحققوا الشرطين دول، ان الستيتس بتاعتهم مثلا كونتراكت والجوب ريتنج بتاعهم 5. بنفس الطريقه نقول بيساوي كاونت افس. بيقول لي هنا الكرايتيريا رينج 1 ان الجوب ريتنج دوت بيساوي 1، او خلينا نقول مثلا 5. والكرايتيريا رينج 2 ان الشغل بتاعه مثلا كونتراكت، نكتبه طبعا بين دبل كوتيشن نقفل القوس ونقفل القوس بعد كده ونقول له انتر. كده عدد الموظفين اللي الجوب ريتنج بتاعهم 5 وفي نفس الوقت شغالين بكونتراكت هم عددهم 45. كده درس النهارده خلص، درس سهل وبسيط وكان تكمله للدرس اللي فات اللي هو دوال الحساب الشرطي. في الدرس اللي فات عرفنا ايه هي دوال الحساب الشرطي الجزء الاول اللي تتعامل مع شرط واحد، وفي الدرس دوت عرفنا دوال الحساب الشرطي اللي بتتعامل مع اكتر من شرط. بنفس الطريقه هنا استخدمنا شرطين، تقدر تضيف 3 شروط و4 شروط زي ما انت عايز. في نهايه الدرس وفي نهايه كل درس باكد عليك ان انت لازم تجرب بايدك وتتابع الفيديوهات بالترتيب، ولو مش مشترك على قناه اليوتيوب روح هناك واعمل اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.